السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم هيثم كروي سينمائي، طبعا بعد الريمونتادا الأهلي على الزمالك الحمد لله وفوز الأهلي 2-1. برجع لكم بأخبار حصرية من النادي الأهلي، أقسم بالله. يعني ما تستقلوش بيا، اوعوا تستقلوا بيا، أنا بقول لكم أهو حاجات حصرية من النادي. اللهم لك الحمد، يعني من مصادر مقربة جدا جدا جدا. اخيرا اخيرا ان شاء الله هنلاقي باك شمال، ربنا يسهل يعوض غياب معلول ان شاء الله. اسمه يحيى زكريا. يحيى زكريا مضى 4 سنين في النادي الاهلي، بيلعب في غزل المحلة. ان شاء الله باذن الله في انتقالات يناير القادم ان شاء الله. يحيى زكريا 4 سنين بمشيئة الله تعالى، ربنا يوفقه يا رب. عوضنا عن محمد شكري اللي هو راجع على الإصابة على طول، جه النادي إصابة على طول، وعلي معلول اللي مشي، وهكذا كذا باك شمال مش عارفين، ربنا يسهل. وكمان معانا الخبر الحصر التاني يا جماعة بقى، ده اللي إن شاء الله هيفك عقدة محمد هاني. يمكن يمشي، يمكن مستواه يبقى رجولي زي محمد الشيبي. في باك بقى ان شاء الله، باك يمين. تمام، هو مجنس مع مع الجنسيه المصريه والمغربيه والالمانيه. اسمه فيري كومبليكيتد شويه، معقد. اسمه ايه يا ربي؟ اسمه سبرائيل ماكريس. سبرائيل ماكريس ده مواليد سنة 2000. ابتدى ان هو بيلعب تحت سن 19 سنة في باير ليفركوزن الألماني. باير ليفركوزن الالماني، ده اول بداياته تحت 19 سنه. ودلوقتي بيلعب في نادي مجري، نادي مجري اسمه فانتا فازوري. فانتا فازوري، اسمه فانتا فاروزي، حاجه زي كده، يعني اسم معقد شويه. نادي مجري هو. وطبعا هو مجنس، فيعتبر معاه الجنسيه المصريه، فمش هيبقى طبعا من ضمن الخمسه الاجانب، فربنا يسهل ويجي النادي ان شاء الله. وعين اداره التعاقدات عليه اسامه هلال. ربنا يسهل ان شاء الله كده يبقى صفقه كويسه ويجي النادي الاهلي. باك شمال محترم بيشكروا فيه جدا، وكان اصلا كيروش اللي كان ماسك المنتخب زمان كان عينه عليه وكان هيجيبوا المنتخب والله، بس ما حصلش توفيق. يعني هو اللي طلع محمد عبد المنعم كروش، فكان هيجيب اسمه ايه، سبرائيل ماكريس. ماشي، اللي هو مجنس ومعاه جنسيه مغربيه والمانيه ومصريه، فربنا يسهل ان شاء الله. دي حاجات حصريه حبيت اقول لكم عليها يا جماعه بعد فوز الاهلي على الزمالك. سبسكرايب واشتراك. السلام عليكم ورحمه الله.